هذا النظام نظام السيادة فيه للقوي، وبالتالي احنا محتاجين فعلا جيل يستطيع أن يقف قصاد هذا الغش والهمجية اللي موجودة، وقد يكون إنها بنت، تمام، والأسطورة دي مرسومة، الجسد ده كان على رجل واحدة ست، فقد يكون إرهاص إن المستقبل قد يكون إنه العالم للمرأة فيه دور أكبر، لكن طبعا المعنى في بطن الشاعر. إذن ده البوست اللي أنا نزلته، لكن بعض الإيضاحات. العالم والعولمة، أنا من منطلق هندسي كل المشاريع هي عبارة عن عرض وطلب، أو طلب وعرض. يعني هناك في طلب على شيء معين بنعمل له العرض المناسب ليه، تمام؟ ناس عاوزة تسكن بنبني مباني، ناس عاوزة تتعلم بنبني مدارس، خلاص؟ الطلب هو، والكلام ده مش من عندي، ده من تقارير دولية يمكن أتكلم عليها سريعا دلوقتي، أن الطلب هو عالم جديد وعولمة رحيمة تحل محل العولمة الشرسة الأنانية، لا تطيح بالآخر الضعيف بل تؤمن به، تتبنى التنوع والتعايش مع الاختلاف، تحقق حلم الإنسانية وليس حلم من يظن أنه امتلك الإنسانية، تمام؟ هناك قوة في العالم تظن أنها امتلكت الإنسانية، خلاص؟ طب ده الطلب، تمام؟ العرض هو إيه؟ العرض يجب أن يكون هناك مشروع حضاري عولمي جديد، المدخل ليه أو الإنبوت بتاعه حلم عالم جديد، لازم نحلم دايما، المدخلات هي حلم. المنفذ هو الدول صاحبة الحضارات العميقة. إذا كان هو ده العرض المتوقع المشروع، هنا يجي دور مصر، إن مصر هي صاحبة الحضارة التي حققت التوازن السامي بين العالم الخارجي المادي والعالم الداخلي الوجداني، التوازن بين المبنى والمعنى، تمام؟ كتاب هنري بريستيد بتاع فجر الضمير، اللي بيقول فيه إن فجرة الضمير نشأت في مصر من آلاف السنين. أيامها كان الإنسان موجود أكثر همه إنه يدافع عن نفسه أو يصطاد حيوانات أو يدخل في حروب، لكن فكرة الضمير نشأت في مصر هنا، وبالتالي مصر من الدول المؤهلة لتحقيق هذا الحلم العالمي، ويجب أن نشتغل عليه، هو ده يكون مشروعنا. وده في الحقيقة اللي أنا بقوله يمكن ذكر بصورة أخرى في تقرير منظمة اليونسكو. بالمناسبة منظمة اليونسكو نسبياً من أنظف منظمات هيئة الأمم، تمام؟ اللي بتشتغل هيئة الأمم للعلوم والثقافة. التقرير بيقول نحو إنسانية جديدة، يعني هناك احتياج، ودي منظمة عالمية طلع التقرير إنه بيقول إحنا محتاجين نيو هيومانيزم، محتاجين إنسانية جديدة، إنسانية تحترم الإنسان وتحترم الثقافة وتحترم التباين بيننا وبين بعض. هناك ظلم اجتماعي، هناك مفيش عدالة، تمام؟ وأن تحت العولمة المتوحشة هل يهدف الفكر الاقتصادي الحالي إلى عدالة توزيع الثروة أم الاستحواذ عليه؟ تفتكروا إيه؟ نظام يؤهل مجموعات بعينها للاستحواذ على الثروة، نظام اقتصادي بلا أخلاق يصبح وحش كاسر. العالم يمر بمرحلة احتياج شديد إلى وجدان جديد رحيم يعظم مبدأ الإنسانية. ده اللي احنا بنكتبه دلوقتي، وبنقول إن مصر أو فجر الضمير تستطيع أن تلعب دورا حضاريا عالميا في هذا المجال، إنها فرصتنا الذهبية لاستعادة العالم المتحضر إلى حضن مصر. إنه إحنا في ظروف صعبة، لكن لازم نحلم، أن الحلم بتاعنا إنه في الحقيقة إحنا أصحاب جذور عميقة، إحنا ما إحناش أصحاب مدنية، إحنا أصحاب حضارة، فممكن إننا نسرد. ويجب أن يكون المشروع، وأنا هكرر الكلام ده، أن مشروعنا الرئيسي يجب أن يكون مشروع ثقافي تنويري قبل أي مشاريع تانية. يبقى إذن الحلم المصري سيولد من رحم الفوضى الوجدانية والعدل المفقود تحت النظام العالمي الحالي، وأن أنا بسميه الحلم المصري هو حلم العودة، عودة الحضارة المصرية، وبسميه مصر الحضارة وليس حضارة مصر. حضارة مصر معناها ان احنا بنتكلم على الحضارة القديمة، انما مصر الحضارة هي مصر جديدة تستمد قوتها من جذورها الحضارية بصورة حداثية.